السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما تعودنا وقبل ما نبدأ حكايتنا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صاحب الحكاية بيقول: اتجوزت مرات أخويا علشان أربي ولاده، وتعالوا أقول لكم حكايتي معاها وإيه اللي حصل منا من ليلة الدخلة. كلام كبير وكلام كتير، اسمعوا معانا إن شاء الله الحكاية للآخر. بس قبل أي حاجة فضلاً وليس أمراً اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس واختاروا الكل علشان يوصلكم كل جديد بينزل على القناة أول بأول. صاحب الحكاية بيقول: أنا شاب وسيم جداً، عندي 28 سنة. من أول ما وصلت ل 28 بعد ما خلصت كليتي وقضيت جيشي، وأنا كل ما أتقدم لعروسة سبحان الله الموضوع ما يكملش. يعني أكون خلاص اتفقت مع أهل العروسة وقربنا نقرأ الفاتحة ونجيب الشبكة، ألاقيهم باعتين بيقولوا كل شيء قسمة ونصيب، لدرجة إني شكيت إني معمول لي عمل. قدمت لأكتر من واحدة لحد ما وصلت 30 سنة. أنا ليا أخ أكبر مني سبحان الله عنده مرض في القلب، كان مولود بيه وكان عيب خلقي، ولما كبر وخلص الجامعة عملنا له عملية، والدكتور وقتها قال لأهلي: حاولوا تتجنبوا العصبية والزعل معاه، قلبه ضعيف وما بيستحملش، ويا ريت كمان ما يتجوزش علشان ما يحصلوش مضاعفات. لكن أمي مرضيتش، قالت ده الكبير وإحنا ولادها الاتنين، مفيش لا اخوات بنات ولا حد غيرنا، وكانت حالتنا المادية حلوة قوي، وكان نفسها تشوف له ولد تفرح بيه. أخويا كان وسيم جدا بسم الله ما شاء الله، واخد إعفاء من الجيش علشان حالته. أمي راحت خطبت له بنت ملكة جمال، بنت جامعية مؤدبة ومحترمة، وما قالتش لحد من أهل العروسة أي حاجة عن تعب أخويا. حتى أنا قلت لها يومها: يا ماما الدكاترة قالوا بلاش عصبية ولا زعل وما ينفعش يتجوز. قالت لي: سيبها على الله، أخوك عارف تعبه وهيحافظ على نفسه، أنا بس عايزة أشوف له ذرية صالحة. وفعلا خطبها من هنا، وأمي استعجلت في الجواز. حتى أهل العروسة ما كانوش مستعدين، قالت لهم: أنا هجيب له كل حاجة، اللي مش تقدروا عليه أنا هكمله. عملوا فرح جميل جدا واتجوزوا وقعدوا مع بعض 2 سنين. أول سنة ما حصلش بينهم إنجاب، بس كانوا عايشين كويس محترمين، وهو كان بيعملها كويس جدا وكانوا مبسوطين. رغم إن أخويا كان بيتعب، حتى لو طلع دور واحد كان يمسك قلبه ويقول تعبان، وضربات قلبه كانت سريعة. أنا فرحت إنه اتجوز وكنت بدعي ربنا يرزقه بذرية. بعد سنة كنا قاعدين أنا وأمي وأبويا، فجأة نزلت مرات أخويا وفرحانة جدا، وقالت لأمي: افرحي لي يا ماما، جبت شريط اختبار حمل طلع فيه شرطتين، أنا حامل، ادعي لي إن ربنا يكملها على خير. أمي من فرحتها زغرتت وقالت لها: ما تعمليش مجهود، احنا عايزين الحمل ده يتم على خير، بقالنا 1 سنة مستنيين ضفر عيل. كانت مدلعاها جدا، بتعمل لها كل حاجة، ما كانتش بتخليها تتعب نفسها. ولما وصلت للشهر الثالث راحت تعمل سونار، الدكتورة قالت لها: بطنك فيها توأم بس مش واضحين بنت ولا ولد، الأشعة لسه مش موضحة نوع الجنين، فاحنا هنعرف نوع الجنين في الشهر ال5. عرفنا بسم الله ما شاء الله إن هي حامل في بنت وولد. فرحنا كلنا والبلد كلها فرحت، وبقينا مش مصدقين، وبقينا نطلع فلوس لله. سبحان الله. يعني أخويا في الفترة دي بعد ما عرف إن مراته حامل في توأم بقى فرحان جدا ومبسوط قوي إنه هيبقى أب، بس بدأ يشتكي من وجع في قلبه لغاية ما قعد في العناية المركزة. تعب جدا وجاله مضاعفات، قعد في العناية 3 شهور على أجهزة الأكسجين وأجهزة القلب، وسبحان الله بعد ال3 شهور اتوفى وسايب مراته حامل في الشهر السابع. ساعتها بقى أمي بقت زعلانة قوي وصعبان عليها مرات ابنها اللي اترملت وهي لسه عيلة صغيرة، كانت وقتها وصلت ل 23 سنة، وكمان سايبها حامل في 2 توأم ولد وبنت، وما فرحش بالعيال اللي كان نفسه يشوفهم ويبقى أب ليهم. طبعا ده قضاء ربنا وقدره، وكنا متوقعين حاجة زي كده ممكن تحصل في يوم من الأيام. أمي بقت تقول: اللي خلف ما ماتش، كفاية إن ربنا يكمل حمل مراته على خير ويبقى منه ذرية، يعني تمد في اسمه ويبقى له ذكرى باسمه. كانت بتقول: ربنا يكمل حملها على خير وأشوف ذريته، وأنا هعمل لهم اللي ما يتعملش.
مرات أخويا ما كانتش تعرف السر، وهي في السابع قالت لماما: هو كان إبراهيم جوزي تعبان قبل كده أو كان بيشتكي من قلبه؟ قالت لها: بصراحة يا بنتي، هو كان مولود بعيب خلقي في القلب، وعملنا له عملية لما وصل 18 سنة، والدكتور وقتها قال لنا ممنوع الزعل والانفعال، وقال كمان بلاش يتجوز لو عايزينه يعيش في سلام. وكملت وقالت: بس قلبي زي قلب أي أم، نفسها تفرح بابنها وتشوف له ذرية، وما تزعليش مني يا بنتي وسامحيني، أنا ما كانش قصدي أغش، بس والله فرحانة إن ربنا رزقنا منه ذرية، وربنا يكمل لك حملك على خير وتبشرينا بالتوأم، وأنا ماليش بركة غيرهم، وهساعدك في تربيتهم، وهعمل لهم مستقبلهم، وأعمل لك الغالي كله. ردت وقالت لها: جواز نصيب، والأعمار بيد الله، ولو كان ابنك ما عندوش تعب وربنا كاتب له يتوفى كان برضه هيتوفى، أنا حبيته اللي عشرته واتعلقت بيه، وكفاية إن يجي منه ذرية صالحة زي بنتي وابني، إن شاء الله ربنا يكملهم على خير ويجوا بالسلامة. أنا مش عايزة حاجة، أنا عايشة أربي عيالي وكفاية عليا كده، وربنا يرزقني بذكرى حلوة منه وعيش عليها. لقيت مرات أخويا محترمة جدا حتى في ردها على أمي، رغم إني كنت فاكر إن هسمع منها رد غير كده، وإنها هتقول: إنتي ليه تغشيني، وليه ترميني الرمية دي، وليه تعملي فيا كده وأنا لسه عيلة صغيرة. لكن لأ، ردها كان محترم جدا وراضية بقضاء ربنا، وقالت: ده قسمة ونصيب. وكمان عذرت حماتها وقالت: هي زي أي أم نفسها تفرح بابنها وتشوف له ذرية وتكون فرحانة بيه، ونفسها تشوف ابنها التعبان يتجوز ويعيش حياته زي أي حد طبيعي في الدنيا. المهم سبحان الله، هي خلفت بعد شهرين. لما دخلت في التاسع أمي ذبحت لها ذبيحة كبيرة جدا، ووزعت لله، وطلعت أكل للحبايب كلهم، وعملت لها عقيقة. أمي بقت محتارة تعمل إيه ولا إيه، ولقيتها بتقولي: دلوقتي ما عنديش غيرك، وولاد أخوك ورثوا وحقه، أنا هكتبه لعياله. قلت لها: يا ماما اللي انتي تعمليه، إحنا مبسوطين وعندنا أراضي وعقارات، يعني الحمد لله حالتنا فوق المتوسط بكتير، زي ما انتي شايفة اللي انتي عايزاه اعمليه، وده حق ولادي. وبالفعل أمي وافقت تكتب لولاد أخويا حقهم، وكان ورثه مش شرعي فعلا. أمي حددت التركة وحددت الأملاك، وأبويا راح كتب كل ورثه أخويا لأولاده بيع وشراء، وسجلوا كمان في عقد، وكان جدهم اللي هو أبويا هو الوصي عليهم. سبحان الله، يشاء القدر إن بعد كده كل ما أروح أتقدم لعروسة ألاقي رفض. وصل سن ولاد أخويا ل4 سنين، وأنا بقيت عندي 32 سنة ولسه ما اتجوزتش. كل ما أتقدم لعروسة تتفركش، لدرجة إني قلت: خلاص شكلي كده مش مكتوب ليا أفرح ولا أتجوز حتى، كفاية عليا أشتغل وأعيش بما يرضي الله، يمكن ربنا مش رايد ليا زوجة ولا ذرية. المهم واحد صاحبي في الشغل قال لي: أنا عندي أخت مراتي كلية حقوق، عسولة ومحترمة ومتدينة، تحب أعرفكم على بعض. قلت له: إيدي على كتفك، يلا نروح نشوفها. فعلا خدت زميلي ورحنا زورنا أهل العروسة وشفتها، بسم الله ما شاء الله، لقيتها محترمة جدا وملكة جمال، وبصراحة مش هقدر أوصف لكم. قعدت معاها واتكلمنا، وفجأة قالت لي: أنا شفتك وإنت شفتني، الرد عند أهلي، أنا ما عنديش مشكلة، بس لو أهلي وافقوا خلاص، ولو لأ همشي ورا رأيهم. قلت لنفسي مادام في قبول وارتياح نفسي يبقى هستنى ردهم. أهلها قالوا لي: ادينا مهلة 10 أيام وهنرد عليك. قلت ماشي، من حقهم يسألوا. بعد 10 أيام لقيت صاحبي بيقول لي: الجماعة شكلهم. قلت له: ماشي، خيرها في غيرها، ربنا يعوض عليا. زعلت قوي وقلت: يعني جات على دي؟ ما أنا بقالي سنين كل مرة أتقدم فيها العروسة الموضوع يتفركش. وكنت متوقع الرفض أصلاً، لأني بقالي من أول ما وصلت 27 سنة كل محاولاتي للجواز فشلت. رحت البيت وأنا زعلان ومقهور، لقيت أمي بتقول لي: بقولك إيه؟ قلت لها: خير يا ماما. قالت لي: إيه رأيك؟ دلوقتي عندك 32 سنة، لا خطبت ولا اتجوزت ولا فرحت، إيه رأيك تاخد مرات أخوك وتتجوزها؟ أنت أولى بيها،
وتستر عليها وعلى أولادها، وفي نفس الوقت تكمل نص دينك. وكملت كلامها، هي الصغيرة عندها 25 سنة وما فرحتش، وانت عارف ان انا كمان عانيت كتير علشانك. قلت لها طب هي رأيها ايه؟ قالت لي بصراحة يا ابني انا ما كلمتهاش. قلت لها طيب يا ماما تشوفي ردها، ولو وافقت انا اتمناها. ست محترمة ومؤدبة وما شفتش منها حاجة وحشة، وعندها حياء وأسلى بابها على نفسها وعلى أولادها، وأنا أتمناها، بس هي أهم حاجة تكون هي راضية وتكون عندها قبول. لقيت أمي بتقول لي سيب الموضوع ده عليا أنا، وإن شاء الله خلصهولك. راحت كلمت مرات أخويا بينها وبين بعض واتكلمت معاها. مرات أخويا قالت لها أنا مش عايزة أتجوز، أنا عايزة أربي ولادي. قالت لها يا بنتي هو ده مش غريب، ده عمهم ويا رب ولاد أخوه، وانتي لسه صغيرة وما فرحتي، وهتعيشي عيشة كويسة جدا، وهشيل معاكي مسؤوليتهم، وفي نفس الوقت تكملي نص حياتك وتفرحي بشبابك. انتي ملحقتيش تتهني وتفرحي، وكمان ابني مش غريب عنهم، يعني هيربي ولادك وهيبقى ستر وغطى عليكي وعلى الولاد. المهم قالت لها يا ماما أنا مش عارفة أرد عليكي وأقولك إيه. راحت قالت لها يا ماما طيب سيبيني شوية بس أفكر وأقول لقرايبي. فراحت قالت لقرايبها، وبصراحة قرايبها فرحوا جدا وقالوا لها يا بنتي انتي بصراحة بتتعبي، ويعتبر ترملتي وانتي لسه عيلة صغيرة، ومسؤولياتك هتبقى صعبة جدا عليكي في تربيتهم أو مسؤولية الولاد. إيه المانع؟ سخير البر عاجل، سوافقي علشان خاطر ولادك وعشان خاطر نفسك إنك تكملي حياتك وتربي ولادك، وفي نفس الوقت نطمن عليكي إنك عايشة في رحمة ربنا وفي حمى راجل وكده يعني، ويمكن ربنا يعوض عليكي كمان بعيل ولا عيلة تاني. لقيت أمي بعدها نزلت قالت لي مرات أخوكي كلمت قرايبها وما عندهمش مانع، شوف ظروفك إيه وإحنا نكلمهم ونقرأ الفاتحة ونكتب الكتاب. في اللحظة دي بقى لقيت تليفوني بيرن، ولقيت صاحبي اللي كان بيكلمني عن العروسة قبل كده بيقول لي تعالى الجماعة وافقوا بعد ما كانوا مش راضيين يردوا ولا يتكلموا. فما بقتش عارف أعمل إيه، يعني بعد ما خلاص مرات أخويا وافقت وإن إحنا خلاص نتمم الجوازة، لقيت صاحبي بيتصل بيا وبيقول لي تعالى العروسة وافقت على الجوازة وخلاص، وكان الموضوع هيمشي. فأنا ما بقتش عارف أعمل إيه في موضوع مرات أخويا، وخلاص مشيت في الموضوع. مرات أخويا ما بقتش عارف أعمل إيه. قمت قايل له أنت يعني جاي تتكلم معايا دلوقتي بعد ما قلت لي الجماعة خلاص مش موافقين، وأنا شفت عروسة تانية وكنت ماشي في جوازة تانية، بس الموضوع ما بقتش عارف أوصل لفين ولا عامل إيه. المهم خدت بعضي ورحت عند صاحبي ده واتكلمت معاه ومع العروسة على انفراد، وقلت لها انتي اتأخرتي عليا في الرد، وأنا دلوقتي أرملة أخويا أمي عرضتها عليا والموضوع ماشي صدقة. لقيتها بتقولي إيه؟ بتقولي وأنا ما عنديش مشكلة إن أنا أتجوزك، وإنت متجوز مرات أخوك أو أرملة أخوك وتربي عياله، وأنا برضو أكون زوجة تانية. وبقيت أخبط كف على كف. طب أنا دلوقتي متورط في 2، يعني يوم ما تفتح معايا تفتح ب2. قلت لها يعني انتي مش هتغيري ان يبقى ليكي دورة تانية؟ طب ايه اللي جبرك انك انتي تتجوزي واحد يبقى متجوز واحدة تانية وعنده عيال منها؟ قالت والله انا استخرت ربنا فيك وارتحت لك، وانا الفترة اللي فاتت كنت بستخير ربنا مرة و2 و3 والحمد لله لقيت في قبول. المهم رحت لأمي وحكيت لها اللي حصل. لقيت أمي بتقولي يا ابني انت هتجيب مشاكل لنفسك ليه؟ انت هتجيب لنفسك وجع القلب ليه؟ انت مش عارف الستات يعني هيغيروا من بعض فهيكون في مشاكل، فأحسن لك انك تخلع من الموضوع ده، وأولى بيك انك تتجوز مرات أخوك، هي ليها الأولوية. وبقيت مش عارف أعمل إيه. طبعا أنا كنت عاطي رقمي للعروسة اللي هي كلمتني، لقيتها بترن عليا وبتقولي كلمت أهلك؟ طب انت ما ردتش عليا ليه؟ بصراحة أمي قالت لي كذا وكذا وكذا وأنا مش عارف أعمل إيه دلوقتي. قامت قايلها لي إنها صلت صلاة الاستخارة وإنها مرتاحة نفسيا، يعني صلتها تاني ونفس الموضوع إنها مرتاحة نفسيا. قالت لي تعالى واطلبني من أهلي، ويا سيدي ربنا يبعت لنا رزقنا أنا وهي، وإن شاء الله نبقى أحسن من الأخوات والعيال يتربوا بينا، وأنا موافقة ومش عايزة حاجة،
رغم إن هي يعني جميلة جدا وجماعية وكويسة، وإنها موافقة بكل عيوبي وموافقة بكل الظروف اللي أنا فيها. وأنا دلوقتي اللي هرفض؟ رحت فعلا كلمت مرات أخويا وقلت لها دلوقتي أنا اتحطيت في وضع 1 2 3، وحكيت لها على الموضوع كله. لقيتها بتقولي أنا لو اتجوزتك هيبقى جواز على ورق، لأني أنا بيني وبين جوزي الله يرحمه عشرة كبيرة، ومش متخيلة راجل تاني بعد جوزي. بس يكفي إن أنت تربي ولاد أخوك وتهتم بيهم، ولازم إن أنا مبقاش يعني في طمع فيا أو حد يبص عليا، أو مثلا حد يجيلي تاني أو عريس يتقدم لي تاني وأديني عيشة في شقتي وإنت عايش حياتك واعتبرني مش موجودة خالص، وكمان مش هبقى عقبة في حياتك. وفي الوقت ده رحت اتكلمت مع العروسة، ومشي فعلا النصيب، وقرينا الفاتحة وكتبنا الكتاب، وقعدنا 3 شهور تقريبا. هي أصلا كانت مجهزة، وأنا جهزت فعلا كل اللي أنا كنت محتاجه، وفعلا دخلنا واتجوزنا. ولما اتجوزت أنا وهي وقعدنا في شقتي، وكان مفيش بيني وبين مرات أخويا اللي هي أصبحت يعني كانت أرملة أخويا وأصبحت مراتي دلوقتي، مفيش بيني وبينها أي اختلاط ولا أي كلام. وهي ده كان رأيها إن احنا نتجوز بس على الورق. طبعا أنا ما قصرتش معاها في أي حاجة، ولما كتبنا الكتاب حاولت إن أنا أراود نفسي عنها وأكلمها كزوج وزوجة. هي كانت قافلها المجال نهائياً، وقالت لي أنا اتجوزتك بس علشان خاطر أضمن إن ولادي يبقى حد مسؤول عنهم ويعوضهم عن حنان أبوهم اللي هم اتحرموا منه من غير ما يشوفوه. يعني أنا اتجوزتك علشان خاطر أضمن ولادي يبقى ليهم أب يربيهم ويعلمهم ويحسسهم إنهم ليهم حد بعد ربنا سند يسندوا عليه، وإن يبقى ليهم حد يهتم بيهم ويحن عليهم. لكن كزوج وزوجة أنا ما عنديش أي قابلية من ناحيتك، ودي طبعا أنا لقيتها قفلة الباب بيني وبينها تماما. مشيت خلاص في إجراءات العروسة وفي الفرح، واتجوزنا فعلا. انزل ضروري، أنا عايزاك، البنت تعبانة جدا وسخنة ومش عارفة أعمل إيه. المهم فعلا نزلت لقيت البنت فعلا سخنة، بس مش سخنة قوي يعني. قلت لها ما تخافيش عليها، هي الحرارة مش عالية قوي، لما نديها أي مسكن هتبقى كويسة. لقيتها قلقانة عليها جدا وخايفة، فقلت لها خلاص يلا نروح نكشف عليها. وفعلا خدتها ورحنا للدكتور، قال لي هي تمام ما عندهاش حرارة ولا حاجة، بس أنا هكتب لها أدوية تبقى زي إسعافات أولية لو حصل حرارة أو إسهال ولا حاجة. المهم خدنا الأدوية وروحنا، شلت معاها البنت وطلعنا الشقة ودخلنا. بعدها لقيتها بتقولي أنا عايزاك في كلمتين. قلت لها اتفضلي. قعدنا نتكلم، لقيتها بتقولي أنا مش ليا حقوق عليك زي ما هي مراتك ليها حقوق. قلت لها لا، حقوق زي إيه؟ أنا جيت ليكي لما كتبنا الكتاب، انتي رفضتي وقفلتي بابك وعملتي بيني وبينك حاجز، مش فاهمة كلامك. قالت لي طيب ولادي مش ليهم حقوق عليك؟ مش انت بقيت أبوهم؟ أنا ليا حقوق كمان كزوجة ليك. هي كانت بتنزل تحت عند حماتها وبتشوف مراتي لابسة ايه، وبدأت تغير، غيرة الضرة من ضرتها، أو إنها خلاص قدام ربنا إننا متجوزين بجد. قلت لها خلاص ليكي حقوق عليا، بس اديني فرصة أطلع لزوجتي أفهمها الوضع، لأنها عارفة إن جوازنا كان على ورق، وأنا لما اتجوزتك حكيت لها وكنت فهمها إن الهدف من الجواز إن أنا أربي ولاد أخويا مش أكتر. قلت لها إن هي عارفة إنك مش عايزة مني أي علاقة ولا حاجة ولا حتى الزوج بالشكل الكامل، ووافقت على كده، فلازم أفهمها الوضع قبل ما أبدأ أعدل الأيام بينكم. أنا طلعت لمراتي فوق وحكيت لها، اتضايقت جدا وقالت لي مش أنت قلت إن الجوازة دي كانت على ورق وهي متفقة معاك على كده وإنك مجرد أب لأولادها؟ ودخلنا في خناقة كبيرة جدا، وقالت لي لا يا عم أنت مش هتنزل لها تاني، ملكش إلا أولاد أخوك تربيهم وتكبرهم، وأنا قلت لك إني هساعدك وساعدهم، لكن هي خط أحمر بالنسبة لي، أنا بغير عليك وبحبك. ومن هنا بدأت المشاكل. أنا بعد ما كنت عايش مرتاح قلت يا ريتني ما اتجوزت، ولا اتجوزت دي ولا اتجوزت دي. فجأة بعد ما كسرت ومنزلتش لمراتي اللي تعتبر أرملة أخويا، لقيتها بترن عليا وبتقولي ما نزلتش ولا سألت عليا ولا على ولادك اللي انت حاططهم في رقبتك واتجوزت عشانهم. قلت لها
خلاص أنا نازل لكم. وبدأت أعمل حركات كده، أقول لمراتي إني نازل الكافيتيريا أو هقابل أصحابي، وبقيت أتزلها زي الحرامية علشان مراتي ما تحسش. وقلت لها أنا جيت لك أهو، والله أنا ما قصرتش معاكي، بس سايبك على راحتك. قالت لي لأ، أنا عايزة أقعد معاك كزوج وزوجة، وعايزة حقي الشرعي. قعدت معاها، لقيتها ملكة جمال، لابسة حاجات تفتح النفس، حاجات على أعلى مستوى من الأنوثة. ضعفت وحصل بينا الحلال اللي يرضي ربنا. واتفقت معاها اتفاق، لأن أنا كنت بروح لها سرقة من ورا مراتي. قلت لها خلاص دلوقتي ليكي حقوق شرعية عندي، انتي مراتي بجد، قدام ربنا يبقى ليكي يوم وهي يوم، وهاجي ليكي من وراها، ومش عايزة مشاكل، لأنك كنتي فهماني من الأول إن الجواز للعيال ومراتي عارفة كده. قالت لي خلاص أنا موافقة على كل حاجة، بس أهم حاجة تعدل بيني وبينها بما يرضي الله. وفعلا طلعت شقتي فوق، وكنت بحاول على قد ما أقدر أخلي الوضع مستقر، وكنت عايش مع مراتي على أكمل وجه. وبقيت كل يوم ويوم أنزل لمراتي التانية من ورا مراتي الأولى وامشي الأمور، لحد ما بقينا أوقات ننزل بيت العيلة تحت كلنا، ومرات أخويا اللي بقت مراتي تقعد معانا. كانت بتبصلي من تحت لتحت، عينيها كلها حب وعشق. مراتي بدأت تحس لغاية ما حصلت الكارثة. في يوم نزلت زي الحرامية كده رايح لمراتي التانية، كنت قايل لمراتي إني نازل أسهر مع أصحابي، بس هي كانت شاكة وبدأت تراقبني. ولما دخلت شقة مراتي التانية لقيتها بتخبط وبتقول جوزي فين؟ فين جوزي؟ طلعي جوزي من عندك، أنا شفته لسه داخل. قالت لها عيب عليكي، أنا مراته برضه، وهو جاي يزور ولاد أخوه يلعب معاهم، مش حقه؟ قالت لها لأ، فين جوزي؟ عايزة أشوفه. دخلت بكل جرأة أوضة النوم، لقيتني لابس هدومي الداخلية مستخبي ورا الباب. حصلت النكسة، الكارثة. قالت لي طلقني طلقني، أنا مش قادرة أعيش في بيت ليا فيه ضرة. فضلت أهدي فيها، أقول لها استهدي بالله، صلي على النبي، اصبري، انتي عارفة من الأول إن أنا متجوز وكنتي موافقة على الوضع، وهي مراتي وانتي مراتي، وأنا بعدل بينكم بما يرضي الله. قالت لي لا، يا أنا يا هي، وأخدت بعضها وراحت عند قرايبها، رغم إني بحب الاتنين ومش قادر استغنى عن أي واحدة فيهم. الاتنين ستات محترمين وولاد حلال وجمال، وكل واحدة ليها طبعها اللي يخلي الواحد يتشد ليها. بس مراتي قالت لي يا أنا يا مرات أخوك، طلقها أو طلقني. حاولت أروح أصالحها أكتر من مرة، بس بقالها شهرين عند أهلها. دخلت ناس وسيط وكلهم قالوا لها استهدي بالله، عشان ولادك، عشان بيتك، عشان حياتك. بس هي مش راضية، وأنا مش قادر استغنى عن دي ولا دي. والدتي قالت لي لو هتختار اختار أرملة أخوك، دي معاها ولادك، وهي اللي ضحت وترملت صغيرة. أما التانية لا بينها وبينك عيال ولا حاجة، ربنا يعوضها. أنا دلوقتي في حيرة ومش عارف أعمل إيه. اكتبولي في التعليقات إيه اللي يرضي ربنا وهعمله. أنا مستني تعليقاتكم بفارغ الصبر علشان المشكلة تتحل. وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو وصلت هنا ما تنساش التعليق الجميل منك والإعجاب بالفيديو، وأهم حاجة إنك تشترك في القناة.